ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احلى اخوات واحلى صحاب واحلى عيله، والله العظيم وحشتوني قوي 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 قوي. كان عندي اصلا كنت عامله فرخه، واحنا منحبش الصدر، فمش عارفه ايه اللي خلاني عملتها كلها. مش هخلي بوسينة بنتي عملتها كلها، فانا كنت بقول لها اعملي بس اللي وراك وسيبيها ونعمل بانيه. فهي عملتها ماما، انا ايه احنا كده كده بناكل فرخه مرتين تلاتة يومين تلاتة. ف صراحه قعدت برضو يومين وما اتاكلتش الصدر. فقالت نعمله ايه زي شاورما كده. قلت كويس. كان عندي حته لحمه معصجه في الفريزر طلعتها. جبت البصلايه وحطيتها في الطاسه ديت، عملتها شوية، تبلتها شوية وحطيت طماطم والفرق وحتة الصدر قطعته صغير خالص. ودي حتة اللحمة اللي كانت في الفريزر، كانت باين بشاميل تقريبا او حاجة. المهم ايه، عملتها شوية، شوحتهم شوية كده في البصل والفلفل والطماطم. وجبت عملت ايه، احلى سندوتشات عيش الشامي اللي هو بتاع الفرن، اللي هو العادي بتاعنا ده. ما اشتريتلوش عيش ولا اي حاجه، ممكن كنت اشتري له عيش سوري. ممكن كنا اعملها في كريب، اعمل لها عجينه كريب، اللي انت عايزاه. فانا بابسط حاجه من البيت، يعني ما كلفتنيش اي حاجه غير ولا حاجه، ولا جبت لها اي حاجه. انا كان عندي جبنه الموتزاريلا في الفريزر، طلعتها وحطيت منها عادي خالص. دي كانت جبنه ميكس جبن، مش موتزاريلا بس، الحمد او موتزاريلا، مش عارف هي ميكس ولا موتزاريلا. المهم جبت اهوت وبعمله سندوتشات خالص، عادي خالص، رول عادي خالص، ممكن تعمليه زي الكريب كده عادي برضو. وجبت برضو الطاسه، حطيت فيها حته سمنه وايه وحمرتهم فيها. اعمل على الجنب ده دقيقتين وعلى الجنب ده دقيقتين، زي ما يكون يعني بتحمر كده منها. والجبنه فيها بتسيح برضو، وكان طعمها حلو قوي قوي، مقرمش من بره وطري من جوه. وعدى يوم وعدت أكلة وكانت جميلة برضو والله. الواحد أصلا ما بيطيقش إن هو يقف في المطبخ يعني وقت طويل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طول ما انتوا قاعدين تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى الله عليك يا خير الورى. قلتلكوا ملكوش دعوة بالبوتاجاز في الفيديو التاني برضو، ملكوش دعوة بالبوتاجاز. والله العظيم أنا متعمدة أسيبه فترة طويلة جدا، يعني سبته تقريبا من أسبوع ل10 أيام. شوف لدرجة ايه، ما جتش يمه نهائي بصراحة. بسينة كل ما تيجي تقولها سيبيه، أنا عايزاه متسخ جدا جدا، عايزاه يجيب آخره، عايزاه يشتكي مني عشان نعمله نيو لوك جديد. بحاول ان اقلبه. اسمعكم الحته دي بقى تسموها سندوتشات شاورما، سندوتشات عاديه كده، المهم هي جميله جدا. كنت ممكن احط فيها بطاطس برضو، احمر بطاطس واحط فيها، تحطي فيها اللي انت عايزاه، تحطي كاتشب، تحطي مايونيز، اللي انت عايزاه كلك متاح لك، اللي انت عايزاه. سندوتشات السعاده احنا بنحبها عن الطبيخ وعن الحاجات دي في الحر صراحة. هي سريعة وبسيطة، بواقي أكل عندنا. ممكن تحط عليها زيتون برضو، اللي عندك زيتون مخلي. ما تخلصي تاكلي بطحينة، اللي انت عايزاه. بألف هنا وشفا على قلوبكم. ولو اي منظر هنا مش عاجبكم، والله العظيم انا المتعمده، يعني المفروض ما اصورش والمناظر دي كده، بس انا من زمان ما صورتش، فقلت لازم اصور حاجه في الوقت ده عامل زي كريب اهو. حطوا لايك واشتركوا في القناه.